في حادثة جديدة تعكس حجم المؤاساة الإنسانية التي يعيشها أهالي عفرين منذ سنوات. لقيت الشابة شيرين نوري أوسو مصرعها داخل منزلها في قرية آشكا التابعة لناحية جنديرس، وذلك بعد تعرضها للتعنيف الجسدي. أعقبه إطلاق نار مباشر وأودى بحياتها على الفور في مساء الأربعاء 17 كانون الأول. تبلغ شيرين أوسو من العمر 19 عاماً، وقد تزوجت قبل 3 سنوات، مما يسلط الضوء على ظاهرة زواج القاصرات التي تتفاقم في عفرين نتيجة غياب القوانين الرادعة والرقابة المجتمعية الكفيلة بمنع وقوعها. وتأتي هذه الجريمة في سياق أوسع من الانتهاكات والجرائم التي تشهدها المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة المرتزقة التابعة للاحتلال التركي، حيث يعيش السكان في مدينة عفرين حالة من الانفلات الأمني المستمر، وتتكرر عمليات القتل والخطف والاعتداءات إلى جانب انتهاكات واسعة النطاق بحق النساء اللواتي يجدن أنفسهن في مواجهة مباشرة مع العنف المنزلي والمجتمعي دون أي حماية أو دعم قانوني. إن هذه الحوادث ليست فردية، بل تعكس واقعاً متساوياً يعيشه المدنيون، الأمر الذي يجعل حياة النساء على وجه الخصوص عرضاً لخطر دائم. إن الاستمرار في هذه الانتهاكات يكرس مناخ من الخوف والاضطراب، ويتعرض ويقود أي إمكانية لعودة الاستقرار أو حماية الحقوق الأساسية للسكان. إننا كمؤتمر ستار في ناحية درباسية نعبر عن كامل استنكارنا وشجبنا لجريمة قتل الأخيرة وكل جرائم القتل، مع سبق الإصرار بحق فتيات ونساء شعبنا